بالنسبه للاعمار ديال هادو راه تقريبا عندهم واحد شهرين ونص حتى لشهرين. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقاسم معكم الطريقه اللي كنخدم بها مع الفركوس ديال الدجاج الصغير. ان شاء الله غنوريكم الطريقه اللي كنت حاطيها شحال هذه، تقريبا مده ديال شي عام كنت حاطه الفيديو ديالها في القناه، والحمد لله خدموا بها الاخوان ووصلتهم لواحد النتائج اللي هي مزيانه. والهدف منها اننا كنقتصدوا في الثمن ديال العلف. حنا من هذا الشيء كامل كنعطيو واحد الوجبه متكامله يعني في هذاك الشيء اللي خاص الفراكس، وفي نفس الوقت كنقتصدوا في الثمن ديال العلف. يعني العلف كيتقام علينا تقريبا واحد درهم ونص لدرهم وسبعين. هذه هي الطريقه اللي خدمت بها. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير، او المهم غنهضروا على المكونات. بالنسبه للمكونات عندنا الشعير اللي هو رويزه على هذا الشكل هذا، وعندنا كوانو هو هذا الديماراج ديال الفركوس، وعندنا المكون الثالث وهو الشمندر الغني عن التعريف اللي كنخدم به ديما، وعندنا المكون الرابع وهي النخاله. ان شاء الله غنعطيكم المقادير اللي كنخدم بها. بالنسبه للعدد اللي عندي انا ديال الفركوس غنقول لكم العدد شحال عندي تقريبا، شحال ديال كنوكل. وغندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها وهو غادي نشدو الشمندر، غنديرو العبار ديال الشمندر غادي نحطوه في الماء باش كيرطاب. خاص ضروري ما كيدار في الماء باش كيرطاب باش كيتميلونجا نمشيو مع الشمندر هو الاول. كما كتلاحظوا باش نطاريو هذه ديال العبار تقريبا راه فيها واحد 80 غرام. غنزيدو العبار ديال الشمندر اللي غنخدمو به. تقريبا هذه هي الكميه اللي كندير ديال الشمندر. نحاولوا اننا نوصلوها ل 80 باش نحيدو منها البلاستيكه. كندير 300 غرام ديال الشمندر ناشف، 300 غرام. بالنسبه للشمندر راه كنديرو في هذا البانيو اللي فيه الماء، كتعمر عليه النيفو ديال الماء ديالو لحقاش ضروري ما خاصو يرطاب شويه. هذا انا ميلونجي ان شاء الله مع العلف. هذه هي الطريقه اللي كنديرو. انا راه كنت وجدت الشمندر من مع الصباح، دابا راه العشيه. غنوريكم الشكل ديالو النهائي هو هذا. هذه راه هي الكميه اللي درنا دابا، راه مع الماء راه اللهم بارك راه كتولي على هذا الشكل هذا، راه كتنفخ. هذا الماء تا هو غادي نحتاجوه، ما غاديش نحيدوه باش نخلطو مع المكونات الاخرين. ندوزو دابا باش نكملوا في الطريقه ديال الاستعمال. دابا غندوزو ان شاء الله للنخاله، انزل النخاله ونشوفوا شحال ديال العبار فيها. دابا غندوزو بالنسبه للنخاله راه غادي نديرو فيها تقريبا واحد الكيلو ونص ديال النخاله ان شاء الله. قلنا على الميزان، تقريبا الميزان الماكسيموم ديالو هو 500 غرام. لا مديبانين بهذا الميزان وصافي. حنا عندنا 449 بحال 450 غرام. عندنا نص كيلو، نقولوا نحسبوا حنا نص كيلو الاول، نزيدو واحد شويه في الاخر. تقريبا نص عبار 436. قلنا 377. نزيدو تقريبا نكمل نص كيلو 423. هنا تقريبا واحد كيلو ونص ديال النخاله. غادي نزيدوها هاد الميلونج اللي درنا ديال الشمندر. من بعد غادي نزيدوها تقريبا نص كيلو ديال الكوانو ديال الديماراج. وزن اكثر من نص كيلو. سمحوا لينا كنديبانيو بهاد الميزان وصافي. 480 باقي تقريبا خاصنا واحد 100 غرام باش نكملو نص كيلو، لحقاش هاد البلاستيكه اللي كنعبر فيها واحد 80 غرام صافي. دابا تقريبا 100 غرام. درنا نص كيلو ديال الكوانو، غنزيدوه حتى هو تقريبا واحد نص كيلو ديال الرويزه.
420. نزيدو واحد شويه. وهنا غندير الميلونج ديالي ان شاء الله، نوريكم الطريقه كيفاش كنخدمو. نخلطو مزيان. بالنسبه للاثمنه ديال هاد المكونات غنعطيكم تقريبا في الاخير، غنعطيكم الثمن ديال كل حاجه وشحال تقريبا تقام علينا هاد العلف هذا. نديروا ليه تقريبا شحال غادي تقام علينا الكيلو باش نعرفوا شحال ديال الاقتصاد اللي كنقتصدوا مثلا من العلف ديال الديماراج او الدوزيام. عرفتي الا بقيتي كتوكل دوزيام واحد المده اللي هي طويله وعندك العدد اللي هو كبير، راه كون على يقين غادي تاكل لاصق. الحمد لله هنا الطريقه غادي يبان مزيان كما كتلاحظوا، راه هي اللي مطلع بها هاد البركه هذه ديال السيماني. عندي هنا دجاج فرنسي، عندي الفيومي الالومنيوم، عندي نتاوي ديال الازابرام تا هما هنا، عندي هنا الفوقاني عندي الدجاج الفرنسي ها التوبات. هنا كيكون عندي الفرارج، شي الفرارج كيكونوا شيطين ولا شي حاجه كنسيباريهم هنايا. وهذه راه الحضانه هي اللي كندير فيها الفركوس. دابا حاليا هذا الفركوس هذا بالنسبه للعلف ديالو راني كنعطي غير الديماراج، راه باقي ما وصلش للمده ديال 40 يوم اولا 50 يوم باش ممكن انني نقلب ليه هذا العلف هذا اللي كنصاوبو فيه دابا. ودابا نمشيو نكملوا مع الطريقه ديال التحضير ميلونج. خليكم مع الفيديو ان شاء الله باش نكملوا المعلومات. الله يسر الامور. صافي دابا من بعد ما كملت الميلونج خلط داكشي مزيان، هذا هو الشكل النهائي ديال العلف كما كتلاحظوا. غندوزو دابا للعبار ديالو نعبرو شحال فيه، شحال عطانا في الوزن النهائي. دابا الوزن النهائي ماشي هو داك الوزن اللي بدينا به بالاول، لحقاش هنا هاد العلف هذا كيتزادوا الماء. علاش؟ لحقاش الشمندر كيشرب لنا الماء بزاف، هو اللي كيخلي هاد العلف كيتزاد في الوزن ديالو. كاين اللي غادي يقول لك هاد العلف هذا مزيود فيه غير الماء، هذا جرب عاد حكم. الناس اللي خدموا به راه المده ديال عام دابا هادي باش خدامين بهاد الطريقه والحمد لله عاطيه نتيجه. انا نعطيكم غير واحد المثال باش تعرفوا الفرق. مثلا الا كنت كنوكل واحد 2 كيلو ديال الكوانو اللي الثمن ديالو هو 5 دراهم الكيلو، غيتقام عليا 2 كيلو ب 10 دراهم. غنولي كنوكل 2 كيلو من هذا اللي غيتقام ليا الثمن ديالو بواحد درهم ونص. يعني شحال؟ 3 دراهم. راه ماشي هي 10 دراهم، و3 دراهم راه نفسها هي 10 دراهم اللي كتعطى للدجاج. داكشي اللي غاديين ياكلوا هادوك اللي واكلين 2 كيلو ديال الكوانو هو اللي غياكلوا مثلا الكاج الاخر اللي واكل هاد 2 كيلو ديال العلف اللي كنخدموا به. هاد العلف اقتصادي، وهذاك غادي يشبع وهذاك غادي يشبع، وفي نفس الوقت هذاك غادي يدير اللحم وتا هذا غادي يدير اللحم. داكشي علاش كنقول لكم انا راه هاد التجربه هذه راه الحمد لله راني خدام بها، راه ماشي اول مره ولا راني خدام بها وعاطيه نتائج، وراه غتشوفوها حتى في القاطع اللي كياكلها دابا الحمد لله امورها بخير وعلى خير. دابا غادي ندوزو باش نعبروا هاد السطل هذا شحال تقريبا فيه. راني كنخدم غير بالمعدات ديال الدار، ما عنديش شي ميزان نقولوا ديال الخدمه ولا هذاك حتى هو كنخدم به الخدمه. شوفوا دابا تقريبا شحال لي الوزن. عندنا 6 كيلو 600. غادي نحيدوا واحد 600 ديال السطل، غادي تبقى لنا واحد 6 كيلو 6 كيلو ديال العلف. انا غنقول لكم دابا شحال داخله فيها ديال الفلوس، غنعطيو كل حاجه والثمن ديالها وكل حاجه شحال غادي تقام علينا. اول حاجه غندوي عليها هي النخاله. بالنسبه للنخاله الثمن ديال الخنشه ديال 40 كيلو الثمن ديالها هو 120 درهم، يعني الكيلو ديالها كيتقام لينا بواحد 3 دراهم. غندوزو الشمندر خنشه ديال 50 كيلو الثمن ديالها هو 170 درهم، يعني الكيلو ديالها كيتقام لينا ب 3 دراهم و20. غندوزو للخنشه ديال الكوانو فيها 50 كيلو كنشروها ب 250 درهم، يعني الكيلو كيتقام لينا ب 5 دراهم. غادي ندوزو للخنشه ديال الرويزه كنشروها ب 150 درهم، فيها 50 كيلو يعني كتقام لينا ب 3 دراهم. دابا كل حاجه حنا حطيناها، رانا حطيت لكم داكشي في الفيديو كل حاجه. غنقول لكم دابا شحال هزينا من كل خنشه. كوانو النخاله هزينا فيها كيلو ونص ديال النخاله
اللي هي غادي تعطينا تقريبا 3 دراهم للكيلو، غادي تعطينا كتساوي 3 كيلو كيلو ونص ديال النخاله، غيعطينا 4 دراهم ونص. غادي ندوزو للشمندر. الشمندر درنا فيه 300 غرام. 300 غرام الا جينا نحسبوها هو داير 3 دراهم و20. 300 غرام غادي تقام لينا بتقريبا درهم و10 درهم و13. غادي ندوزو للكوانو. الكوانو راه معروف 50 كيلو يعني ب 250 درهم، يعني كيلو غادي تقام علينا ب5 دراهم، وحنا درنا نص كيلو يعني غادي تقام علينا ب2 دراهم ونص. بالنسبه للشعير درنا حتى هو نص كيلو، والكيلو كيتقام علينا ب3 دراهم يعني كيتقام علينا درهم ونص. غنجمعوا ان شاء الله هاد الطوطال كامل، غنشوفوا شحال غادي يعطينا دابا حاليا، وغادي نعرفوا هاد المكونات بشحال تقاموا علينا اللي عطاونا 6 كيلو ديال العلف. هاد 6 كيلو ديال العلف هو اللي غنشدو نقسموا على داك العدد، الثمن نقسموه على ديك 6 كيلو. داك الثمن اللي خدينا من هاد الشيء اللي خدمنا به غادي نقسموه على العدد ديال الألف، وديك الساعه غادي نعرفوا بشحال تقام علينا الكيلو. دابا نعطيكم الطريقه بشحال تقام علينا الكيلو. الا جمعنا كيف ما قلنا الثمن ديال النخاله مع الثمن ديال الشعير مع الثمن ديال الشمندر مع الثمن ديال الكوانو مع الثمن ديال الرويزه، غادي يعطينا في المجموع هو 9 دراهم و63 فاصلة 63، تقريبا نقولوا واحد 10 دراهم. الا شدينا مثلا ديك 9 دراهم فاصلة 63 وقسمناها على 6 كيلو ديال العلف، راه غادي يعطينا تقريبا واحد درهم فاصلة 60، يعني واحد درهم، واحد 32 ريال تقريبا، نقولوا واحد درهم ونص. يعني درهم ونص باش تقام علينا الكيلو، بالمقارنه مع 5 دراهم ديال الكوانو. راه هذه علاش كنقلبوا على العلف الاقتصادي. والعلف الاقتصادي كيتكون من واحد المكونات اللي هي بسيطه. كاين اللي غايقول لك الشمندر راه ما مزيانش الدجاج ولا هذا، غنقول ليه عندك الصح، ما غاديش نجاوب انا وياه، لحقاش انسان كيكون ما جربش واحد الحاجه ما يمكنش ان نحكم عليها. جرب ديك الساعه الشمندر وجي قول لنا راه الشمندر ما خدامش الدجاج. الشمندر شنو فيه؟ الشمندر راه مكون بسيط لي نورمال، راه واحد النبته اللي هي كتزرع على ود السكر كيخدموا بها الناس، وهذاك كيف ما كنقولوا دوك البقايا ديالها كيتعطاو للعلف، كيتعطى للابقار، كيتعطى للخرفان، كيتعطى لكل شيء. علاش اللي ما يتعطاش الدجاج؟ وجربناه الدجاج وخدام مزيان، علاش اللي ما يتعطاش؟ كاين اللي غايقول لك لا فيه السموم الفطريه. كوانو اللي هو عرف الديماراج حتى هو فيه السموم الفطريه. الاعلاف الطبيعيه حتى هي فيها السموم الفطريه. الا جيتي تتبع السموم الفطريه راه درنا حلقه خاصه على السموم الفطريه وكيفاش انك تتعامل معها. ضروري من مضاد السموم، ضروري من دير خل التفاح اولا دير خل عادي، ضروري من داكشي. الا ما خدمتيش بداكشي راه داكشي اللي غتاكل في العصا في هاد الاعلاف هادو اللي كنقولوا حنا مركبه اولا طبيعيه، داكشي اللي غتاكل في الاعلاف اللي هي جديده. مثلا شاطت عليك غير الخضره، ديك الخضره اللي كتشيط عليك. كاين اللي الا جينا نديرو بداك المنطق ديال الشمندر ما نعطوش الدجاج، حتى الخضره ما نعطوهاش الدجاج، حتى البقايا ديال الخضره ما نعطوهاش الدجاج. راه داكشي راه كيبقى طبيعي، كيبقى غير المربي كيتحكم في القطيع ديالو بالطريطمون اللي هو خدام عليها. كيف ما قلنا كل 15 يوم كنديروا مضاد السموم. وضروري قبل ما كنديروا مثلا هاد الاعلاف هادو، ضروري ملي كدير مضاد السموم كنعطي واحد النهار ديال البروبيوتيك، وهي الخميره وهي البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه كاين اللي غايقول لي ما لقيتهاش ما عرفتش فين ناخذها. خذ غير الخميره ديال الدار، هذيك الغبره اللي كتكون قهويه اللي كيعجنوا بها الخبز ديال الدار، ناخذ غير هذيك سميتو الخميره، كنديروا الراس ديال معلقه صغير، الراس ديال معلقه صغير في اطرو ديال الماء، خلط مزيان، شوف انت القطيع ديالك شحال كيشرب ديال الماء، اعطي كل راس معلقه صغير ديال القهوه في اطرو ديال الماء، خلط مزيان ونعطيه للدجاج يشرب فيه واحد النهار. نحيدو عليه مده ديال 3 سوايع او 4 سوايع صافي، نحيدو عليه. هذه الطريقه اللي كنستعمل الحمد لله، راه الامور غاديه بخير وعلى خير. كيف ما قلت لكم انا المحتوى ديال هذه القناه هذه غنمشيو بالتجربه، يعني شي حاجه اللي جربناها وخدمنا بها ممتازه واللي عارفينها ممتازه راه غادي نتقاسموها مع الاخوان. نرجعوا دابا للعلف ديالنا. كيف ما قلت لكم تقريبا الثمن ديالو باش كيتقام علينا بواحد درهم فاصلة 60، نقولوا تقريبا واحد درهم ونص. درهم ونص راه اقتصاديه في الظروف ديال هذا الغلاء ديال الاسعار. راه الحمد لله حنا كنقلبوا الحاجه الاقتصاديه وفي نفس الوقت اللي كتعطينا واحد النتائج اللي هي ممتازه. راه القطيع راه ما شاء الله اللهم بارك، انا ما غادي ندوي ما غادي حتى شي حاجه، راه كلشي كيبان لكم. هاد القطيع اللي كتشوفوا فيه راه كياكل غير هاد العشب هاد الخلطه هادي ملي كانت عنده تقريبا ما بين 40 يوم 45 يوم بديتها اليوم، الحمد لله الامور راه بخير. عندي غير واحد النتوه راه كتعرج من الرجل ديالها، كنضربها واحد الصندوق، هي اللي عندي فيها شويه مشكل باقا كتعرج، عيانه شويه، ان شاء الله تولي بخير. هذا هو القطيع ديال الفرنسي، باقيين صغار حتى هما نفس الطريقه ديال العلف.
ودابا غادي ندوزو باش نعطوا العلف القطيع ديالنا على بركه الله. ما شاء الله اللهم بارك. هذا هو القطيع المستقبلي ديال السيماني ان شاء الله الا سهل فيه الله. دابا غادي ندوزو عند القطيع الاخر ديال الفرنسي، ومن وراها غادي ندوزو عند القطيع ديال الفيوم الالومنيوم. راه غادي ندور غير واحد الدوره ما غادي يخلو فيها والو. بالنسبه للاعمار ديال هادو راه تقريبا عندهم واحد شهرين ونص حتى لشهرين و20 يوم. دابا عند القطيع ديال الفيومي، هادو اناث فقط ما عنديش الذكور فيهم، عازف غير نتاول، راه كيخافوا بزاف ديال الفيوم الالومنيوم، خلوهم على الراحه ديالهم. ودابا غندوزو عند القطيع ديال العتوقات ديال الايزا براون. ما شاء الله اللهم بارك. صغير تبين لهم هاد العلف هذا ولا عليك. بالنسبه لهاد العلف هذا راه كنعطيه جوج الوجبات في النهار، يعني وجبه مع الصباح ووجبه في العشيه. اللون هذا حطينا لهم على خاطرنا، ولكن ماشي مشكل. بالنسبه للشرابات راه كيف ما العاده راني كنخدم بالشرابات الاوتوماتيكيه القطيع كامل. والحمد لله الامور راه غاديه مزيان كما كتلاحظوا. راه القطيع ما شاء الله اللهم بارك الصحه ديالو راه مزيانه. وحتى في الثمن ديال العلف راه حنا اقتصدنا علينا، راه من 5 دراهم راه نقصتي عليك واحد 3 دراهم اونص، زائد انك تعاون بالفيتامينات. الفيتامينات راه غادي ديرهم في الماء، ضروري من الفيتامينات في الماء، وهنا غتكون الامور راه مزيان. دابا غندوزو عند هذا واحد الاناث معهم واحد الذكر ديال الدجاج الفرنسي ما شاء الله اللهم بارك. عندنا حنا واحد الذكور عازلهم كيبقاو غير سكور. كاين هنا الذكر ديال لي جورن بوري، الذكر ديال الفيومي الالومنيوم، وهذا الذكر ديال الايزا براون. حاجه اخرى بالنسبه للفركوس اللي كيكون العمر ديالو قل من 40 يوم، راني ما كنخدمش ليه بهذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا هادو راه مازالين صغار، كنخدم لهم ديريكت بالديماراج، عارف ديال الديماراج على هذا الشكل هذا. هادو هما الوكالات. انا الوكالات كيبقاو على برا، كيبقاو ديما مسيبارين معزولين على حاشاكم البراز، ما كيتبرش الدجاج عليهم، كيبقى العلف نقي. وتا المربي ما كيضربش تماره نقولوا بزاف، ما كتبقاش تغسل في نيطوايي في الوكالات على هذا الشكل هذا. هذا هو العلف اللي كنعطي الديماراج. وهنا غنكونوا كملنا الفيديو ديالنا. كما كتلاحظوا غنديروا واحد الدوره خفيفه على القطيع كامل. ما شاء الله اللهم بارك، كلشي راه تياكل مزيان، الامور راه بخير الحمد لله. نتمنى ان الفيديو يكون فيه واحد الافاده، ونتمنى يكون جواب بالنسبه للناس اللي كيقول لك الدجاج راه ما تياكلش الشمندر. راه ديال النتيجه ديالو ما شاء الله اللهم بارك. ديما كنقول لكم الناس دير تجربه وتخدم تعرف شنو كاين.
ملي كنا كنشوفوا الحاجه وكنعلقوا عليها وحنا ما خدمناهاش، يمكنش ليا انني نعلق على واحد الحاجه انا ما جربتهاش. امورها بخير وعلى خير، كنقتصدوا في العلف، كتبقى الامور شويه رخيصه ما شاء الله اللهم بارك. هذول يلاه حطينا لهم ما لقاو والو. بالنسبه للاناث ديال يلاه تجمعوا على الماكله راه تيخافوا بزاف. كيف ما قلت لكم هنا غيكون الفيديو ديالنا كمل. نتمنى انني نكون عاودت جددت معكم الخلطه اللي كنخدم بها، والله ييسر الامور. تبارك الله عليكم الاخوان ونهاركم مبروك.